جولة تانية بتاعت ايه؟ زي اللي تضغط على كنا، الزرار زي اللي الأحمر. بعتيها دي الحمراء. ايوه، تضغط على الزرار الاحمر تاني. هتيجي بالزرار الاحمر، انا لو قعدت 6 ايام هنا مش عارف اجيبه. طب استنى، هقول لك انا على حاجه. بس شايف البوكس اللي عندك لا استنى، انا هبعت لك. انا كنت عايزه اقول له عشان لو هيبعت لحد هو حرام. بوكسية ده؟ خلاص خلاص، انا بعت لك. مين اللي بعت بس ده؟ انت اللي بعت دولار؟ اضغط بقى على الاحمر. ما انا بدوس، انا نهار واحدة قالت لي دوس هنا، رحت ادوس لقيت 2 تاني طلعوا لنا معانا، يعني بقينا 4. ايوه، بتحصل معايا فعلا، صح. صح. اه. ممكن مثلا واحده تبعت بالصدفه وتلاقي مثلا هو ده بيحصل، صح. ما هي قالت لي دوس هنا، وهي محترمة كده زيك كده يعني ومحتشمة، راحت جابت لي 2 باين عليهم كانوا في محل هدوم بيغيروا هدوم باين، ولا بيقيسوا هدوم جديدة ولا ايه، ما قعدت اصرخ هنا ما عرفتش اطلع. وهي كمان اللي قالت لي دوس دي مشت وسابتني معاهم. حبايب الدبل، انت بتلعب احكام؟ احكامية؟ انت محامية ولا مدرسة ولا ايه؟ هي في. لا، ما تشغلش بالك، احنا نلعب الجولة دي، ولو حضرتك عايز تنزل انا ممكن اقول لك تنزل ازاي. انزل و... اه. و... كده بقى. حسيت ان انا بتوتر، فاهمين؟ والله بيبقى عندي توتر. هو شكله مش عارف. ربنا يجيبك يا محمود. غلبان ما يعرفش حاجة اصلا، والحساب ده مش بتاعه اصلا، ده بتاع اخوه في الجيش. هي عرفت محمود مش في الجيش ولا ايه؟ هما ولا بيقولوا حاجة. لي. لا معلش، استنى. انا عايزة يا محمود، اخوتي. هو محمود جه عندك؟ لا، محمود مش عندي، محمود مش عندي. امال مين؟ إيه... الناس. ناس مين؟ شوفي يكون صاحبه عاطف، هو اسمه عاطف ده اللي قال لك كده عشان صاحبه ده. قولي له هو. عاطف. ايوه نادي عليه، خلي يجيب، خلي قولي له قول له محمود رجع ال 100 جنيه خدها من تحت المخده دي، بتاع قسط الحصر بكره الراجل جاي. رجع ال 100 جنيه. فضحك على الميديا. كل ده عشان 100 جنيه؟ هو لا هو فلوسه، بس هو غلط، بدل ما ياخد ال 100 جنيه اللي سايبها له فوق الثلاجه خد اللي تحت المخده. خلاص، خد انت بقى اللي فوق التلاجة. ما دي بتاعته. مش انت عايز 100 جنيه؟ خد انت اللي فوق التلاجة. يا ابوي دي بتاعت اخويا في الجيش، طب حرام يقولوا خد فلوس اخوه. انت قلت الاتنين بتوع عاطف. الثانيه دي انا مديها له، كان شغال معاي في الزرع وديتها له، ورحت سندتها تحت المخده انا باقي الفلوس كانت 100 جنيه، راح خد ال 100 جنيه وراح بيها الجيش وساب فوق الثلاجه. خلاص، سيبها له بقى لما يجي ياخدها. عياله من فين؟ عيله مين؟ ده انت اخوك هينفخك لما يجي. منفوخ مين يا ابوي؟ ليه هو كباس ياك؟ هو اكله بقى هو هنا غلط. قريب جنبينا. هو مش انت هو مسؤول جنبنا في في المطار. الجيش؟ ما في المطار قريب يعني. هي مش عارفه المطار ياك، اما هي عارفه كل حاجه مش عارفه المطار. لا، عارفة المطار اللي بتطير فيه الطيارات، صح؟ المطار امال حيكون شغالين فيه التكاتك ما طيارات؟ ايوه هو شغال هناك عسكري عسكري. ايوه، ربنا يقويه يا رب، ربنا معاه. ربنا يخليكم لبعض. يقوي ايه؟ هو نايم ليل نهار بيبيع بسكويت هناك وحاجات انت عاملاه، يعني هو اللي بيزق الطياره يفررها. ربنا يهده. والله يعني دلوقتي هو لو انا اخذت ال 100 جنيه فوق الثلاجه دي حلال؟ لا 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 لا، هو يجيب ال 100 جنيه يحطها تحت المخدة، وخد انت بتاعت تحت المخدة. سيب بتاعت فوق التلاجة زي ما هي.
انت اه لخفنتني طب كتير. يعني انا لو جبت بتاعت فوق التلاجة وحطيتها تحت المخده ما تبقاش بتاعتي. ما هو ده اللي انا قلته لك بقى في الاول، هو ده اللي انا قصدي عليه. خد ال 100 جنيه اللي فوق التلاجة حطها، وانت لازم تحطها تحت المخده؟ ما تاخدها وخلاص يا اخوي. ما عشان يا ابويا ابقى برات ذمتي، ما انا قلت له 100 جنيه بتاعتك فوق التلاجة، هو خد اللي تحت المخده. خلاص اعمل كده، وهو غمض عينيك وخدها من فوق التلاجة حطها تحت المخده، من نفسك مش واخد بالك. كي يعني هجيبها بقول لك تحت المخده وانا بنام في الفليزر، يا كي يعني هجيبها من فوق التلاجة واسمها تحت المخده؟ هضحك على نفسي؟ هي فيها تغمر ولا هي ليه بتعمل كده؟ ها ما عليك بتبكي. خلاص يا ابوي لا انا مش حسيبها. ببكي. هو انا من شويه كنت ببكي، بس دلوقتي انت ضحكتني خالص صراحه. ربنا يسعدك دايما. من وين انتي؟ من الجيزه. من الجيزه اه. ايوه هي بتضحك من جوا، ايوه ما انا شايفها يعني، حتى مش قادر تاخذ نفس. هتتهز تاني وقع مطينها. اه طيب دقيقه هجيب الهنيه. يجيب ايه؟ بتقول ايه؟ أستاذة آية تحياتي ليكي من محافظة الأقصر. لا ما تندهشيش بقى، لسه في رياكشنات كتير هتحصل دلوقتي، وما تقعديش تنفخي مناخيرك عليا وكده. هي دي اللي قلبت سمكة كده. ماشي. أنا محتواي زي ما أنت شفتي، محتواي مقالب سيناريو لحظي سريع، بدون كلام خادش، بدون لا والله إيذاء. انت لا محترم بجد، والله الله يعزك بجد محترم. والله انا كنت في مود وحش قوي، انت خرجتني من مود خلتني اضحك من قلبي. في حد عندك اسمه حماده ابو حور؟ وانا مش اخده بالي، هو في كومنتات يعني انا مش عارفه الناس دي جت منين، والكومنتات دي كلها جت منين، فانا مش مركزه مع الكومنتات اصلا. طيب رسالتك بقى للشخصية اللي قدامك اللي بتعمل مقالب بدون ما تأذي الشخص اللي قدامها، وياما ساعدت ناس على توصيل رسالة معينة أو بيع منتج معين من خلال المقالب اللي بعملها. رسالتك للأشخاص اللي بيروحوا للطرف الثاني وبيكونوا متابعيني وبيروحوا يقولوا له ده مقلب. إيه لا، هو انتوا ممكن مثلا نخلي الشخص، انا في ناس قالت لي بس انا مش عارفه مش متاكده مقلب ولا لا. إيه لا، ما بحبش كده. انتوا مثلا تيم مع بعضيكم، أنا اسره. ما أعرفهمش، هم متابعيني كده، متابعيني عشان يروحوا يفتنوا. ان هم كل الاشخاص اللي بيذكروهم دول لا شفت حد عمل لايك ولا شفت حد يعني سيبك من الدعم، انا كده كده مش فاتح عشان الدعم، بس ايوه ما شفتش حد علق على فيديو قبل كده. فهو اكيد حماده او غيره او غيره او غيره. اهو حماده ابو حور بيقول يا ابو فهد هو ده يا شباب اهو. ابقى اقفل التعليقات، وهقفل للطرف الثاني ازاي؟ بالفقاق انت ها. ايوه صح يا جماعه، يعني هو ده شغله، ده شغله. انت زي ما بتحبش حد يأذيك في شغلك، انت كمان ما تأذوش في شغله. فده شغله وده محتواه، انت كده بتبوظ له دنيا، بتبوظ له حاجات بيقعد يرتبها، حاجات بيقعد يعني ما هو برضه قعدته دي بالتفكير دوت، مش بالهواين. بس انت لا. خلاص هو طالما لا طالما لا حماده طالما حماده المشرفين حذروه يبقى شافوه هناك بيقول كده. مع السلامه يا حماده، ابقى سلم لي على الحلوين اللي في جماعه قبلك في الحظر امبارح، ابقى سلم لي عليهم، بس كان سبتوه خد عيش وحلاوه معاه. المهم تحياتي ليكي والله. محتاجه هاي بالصعيد. شكرا بجد شكرا. يا رب ما يكونش ازعجتك في الجولتين لا دول، لا لا انت لا ولا لا متابعينك، والموضوع يكون عدى بحاجه كده تعجبكم. لا لطيف، لا آه، لطيف بجد. كالعاده يا ساده انتظري بقى الفيديو على الصفحه عندي. ان شاء الله باذن الله تعالى. تحياتي اتشرفت ليكي. بيك. حياتي بيك.